أول سؤال وفكر معايا كده كويس جدا، ليه سيدنا خالد اتسمى بسيف الله المسلول؟ وليه سيدنا عمر أول قرار خده هو عزل سيدنا خالد بن الوليد بعد تعيينه للخلافة، مع إنه كان محقق انتصارات كبيرة جدا ما عدتش على أي قائد في أي حتة في العالم، والجيش اللي كان عامل كميش على المسلمين شافه فكله تفاجأ بإن سيدنا خالد بنفسه اللي جاي يهجم عليه، فالجيش اهتز لما بس شاف سيدنا خالد. الواحد لما بيجي يذكر حد كبير قوي على الناس ولما يجي عند ربنا يتخشع بيخطر في بالي كتير سيدنا خالد بن الوليد في موقف ليه. يعني سيدنا خالد ده انت لما تذكره تحس ان انت اتخضيت، صح؟ له في قلبك مهابه وجلاله. الناس كلها القاده اللي في العالم حاطين جعبه السهام على كتافهم، وسيدنا خالد جايب السهام مرشقها في العمه. تصور حاطط السهام في العمه بتاعته، مرعب. الدرع بتاعه ما يتغسلش، عليه دم الحرب زي ما هو كده، يصدي بدمه ما يتغسلش. حاجة بقى يعني كما تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في شخصيات كده إحنا بنحب نتفرج عليها أو بنحب نسمع عنها، بنحب نستفيد بالحاجات اللي هم بيقولوها، وفي نفس الوقت بنطبق الحاجات دي حتى وإحنا مش واعيين باللي بيقولوه، لغرض بس إنك بتحب الشخص ده وعايز تبقى زيه. من الشخصيات اللي كنت بسمع عنها كتير جدا شخصية سيدنا خالد بن الوليد، وإنه من أقوى الشخصيات العسكرية ومن أعظم الناس اللي جت في تاريخ الحروب من الناحية التكتيكية ومن ناحية التحركات العسكرية وغيرها من الحاجات اللي شارك فيها. كل ده كان مجرد سماع، ليس إلا وعدم معرفة بحياة الشخص ده كانت عاملة إزاي، والاستفادة اللي استفادها من النبي صلى الله عليه وسلم في تغيير حياته من الجاهلية للحياة في الإسلام، وإزاي قدر يحط أثر قوي جدا في الإسلام، وسيرته تفضل تتذكر لحد وقتنا هذا إلى أن تقوم الساعة. أما جه في غزوة مؤتة وبصوا لقوا جموع الروم كبيرة، وانتوا عارفين غزوة مؤتة بقى الأمراء الثلاثة قتلوا فيها، فالناس رشحوا سيدنا خالد. فهو بقى هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه. عشان كده هو انتصر في غزوة مؤتة في الحقيقة، لأنه النبي قال يفتح الله على يديه. فسيدنا خالد وهو واقف، بص خد بالك من عظمة خالد بن الوليد. انتوا عارفين في غزوة مؤتة ده حصل ايه؟ كسر 9 سيوف في ايده. عمرك شفت سيف يكسر؟ لو جينا نرجع لقصة سيدنا خالد من البداية ونشوف نشأته كانت عاملة ازاي، سيدنا خالد اتربى في عيلة مهتمة بأمور الحرب وفنون القتال، فتعلم من صغره ركوب الخيل والمبارزة لدرجة انه وصل في البراعة بتاعته إلى انه يقدر يحارب بسيفين في وقت واحد، وأتقن أدوات كتير جدا انه يقدر يستخدمها في وقت الحرب زي الرماية، وزي انه يقدر يحارب على جمل أو يحارب وهو ماشي أو يحارب وهو حتى راكب حصان. دي أمور كتير جدا سيدنا خالد اتميز فيها من وهو صغير. طيب لو جينا لشكله، أي حد أنت تقدر تاخد نظرة عنه أو تاخد لمحة عنه من شكله. سيدنا خالد طوله كان بيوصل حد مترين، وفي ناس قالت إنه أعلى من كده كمان، وكان عريض المنكبين، فكان ليه صورة قوية جدا. تخيل واحد طوله مترين وشكله كده واحد بيلعب كمال أجسام، فتخيل منظره هيكون مرعب قد إيه. رغم القوة اللي كانت عنده وبراعته في فنون القتال، إلا إنه كان شخصية محبوبة جدا وكريمة جدا في المكان اللي هو فيه. أصحابه اللي كانوا دايما معاه كانوا نفس الاهتمامات بتاعته بالظبط، كانوا مهتمين بأمور الحرب، وكانوا برضه بيحبوا إنهم يتدربوا، فكانوا بيساعدوا بعض إنهم يطلعوا بتدريب كويس جدا في فنون القتال. كمان سيدنا خالد كان بيتميز بانه بيقدر ياخد قرارات حاسمة جدا في حياته. يعني على سبيل المثال لما لقي ان الخمرة بتذهب العقل فبدأ يمنعها عن نفسه او يحرمها عن نفسه، بص ان القائد لازم يكون واعي بكل الامور اللي حواليه، وكمان يقدر ياخد قرار، او لازم في بعض الاحيان انه ياخد قرار القرار ده هيأثر بشكل كبير جدا في امور المعارك اللي هو هياخدها. فطبعا الخمرة هتلغي المنطق ده عنده، وللأسف هتوديه لحتة هو مش عايزها. طيب دي نشأة سيدنا خالد. لو جينا بقى عند النقط الأساسية أو النقط المهمة اللي حولت حياة سيدنا خالد من الجاهلية للإسلام، خلينا نبدأ بحاجة عظيمة جدا. زي ما قلنا، رغم قساوة قلب سيدنا خالد بن الوليد، إلى إنه لما سمع
لأول مرة القرآن الكريم تأثر بيه بشكل كبير جدا وقلبه لال ليه، مع إن سيدنا خالد كان بيعرف في الشعر وبيعرف يفرق كويس جدا بين الشعر وغيره، فمجرد إنه استمع أو سمع القرآن الكريم من سيدنا محمد لان قلبه بشكل كبير جدا وتأثر بيه. فلما رجع بدأ قومه فبدأوا إنه يدخلوا له من النقطة دي كانت حساسة جدا عن سيدنا خالد بن الوليد، وهي الكرامة. فلما لقيوه بيروح عند سيدنا محمد كتير علشان يسمع القرآن الكريم، فقالوا إن دلوقتي عايزين نعمل نقطة معينة تخلي سيدنا خالد ما يروحش عند سيدنا محمد عشان ما تأثرش بالكلام بتاعه. فدخلوا له من نقطة إن دلوقتي الناس بتتكلم عليك إنك بتروح عند سيدنا محمد كتير علشان تاكل وتشرب عنده، فأنت يا خالد بكرمك وبكل الفلوس اللي عندك بتروح عند سيدنا محمد علشان الاكل والشرب. فشوف الناس دلوقتي بقت نظرتهم ليك عامله ازاي. فسيدنا خالد احتار، فبداوا يقولوا له ان دلوقتي لازما تقول كلمه توصف ان القران او الكلام اللي انت سمعته ده كلام مش صح وانه اي كلام وخلاص. فسيدنا خالد بن الوليد الصراحه بدا يفكر بشكل كبير جدا وما لقيش اي حاجه يقدر يقولها، فاقترحوا عليه ان خلاص هيقول ان ده سحر وخلاص الموضوع هينتهي على كده. فوافق على انه يقول انه سحر، مع انه برضه كان رافض فكره ان الكلام ده برضه مش سحر. وبعدها لما النبي صلى الله عليه وسلم راح يعتمر بعد غزوة احد، فسيدنا محمد قال لاخو سيدنا خالد بن الوليد ازاي يغفل عن الاسلام او ما يصدقش الاسلام. فسيدنا خالد فرح بالجملتين دول، فسيدنا خالد تأثر بشكل كبير جدا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فبعدها لما سيدنا خالد نام رأى رؤية انه كان في مكان ضيق بشكل كبير جدا، وبعدها طلع لمكان واسع وفيه خضرة وفيه حاجات جميلة جدا. فعرف ان وقتها الضيق اللي كان او الطريق الضيق اللي هو كان ماشي فيه ده هو الجاهلية، ولما عور الناحية التانية وراح للمكان الواسع اللي فيه خضرة وفيه حاجات كويسة جدا ده كان الإسلام. فهنا أدرك الحقيقة وراح للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم على إيده. لو جينا بقى نتكلم عن حياة الانتصارات العسكرية بتاعته، في غزوة حنين اتعلم سيدنا خالد أهمية الكمائن في الحروب العسكرية، وإن الكثرة مش شرط تكون سبب في نجاحك أو في فوزك في الحرب. أحيانا بشكل كبير جدا القلة بتغلب الكثرة في أمور كتير جدا المسلمين دخلوا فيها في الحروب. وفهم بشكل أكبر كمان فكرة الحصون والحصار، وإنهم بيمثلوا قدر كبير جدا من الاستمرار في المقاومة. وكان سيدنا خالد بيحب دايما الهجوم، وكان بيعتبره أحسن من الدفاع في أي حرب هو بياخدها. أما بقى لو جينا لحروب الردة، فكان سيدنا خالد هو القائد اللي بيحرك كل جيوش المسلمين، وده طبعا بعد دخوله للإسلام. زي ما سيدنا محمد قال له انت هتخش الإسلام، انت هتخش بمهنتك، يعني انت قائد حرب فهتكون قائد حرب. ودي حتة أو ميزة اتعلمها جدا الفن القيادة الصحيح، هو انك تحط الشخص الصح في مكانه. يعني مش شخص قائد هتحطه معلم، حط كل واحد في مكانه الصح حتى لو هو لسه جديد في الحاجة دي. كانت فوز أو هزيمة المسلمين كانت حمل كبير على سيدنا خالد في حروبه. فكانت هزيمة المسلمين أو انتصاراتهم كانت مرتبطة بقراراته، لأن هو اللي كان بيتحرك أو بيتحكم في تحركات الجيش بتاعه. فكان مطالب دايما من الخليفة إنه يكون منتصر علشان يقدر يحقق نجاحات أكتر ويرفع من معنويات الجيش بتاعه. مش هتلاقيها في أي قائد تاني إنه كان بيعرف الناس بالإسلام وفضله قبل ما يخوض أي حرب. فكان هدف سيدنا خالد قبل ما يدخل أي معركة يشرح للي هيحاربهم فضل الإسلام وأهميته، وإحنا بندعو لإيه من الآخر. فما كانش بياخد الموضوع بالقوة، كان بياخده من القوة بس بعد ما كان بيشرح الإسلام. كمان سيدنا خالد ما كانش بيحب الظلم. لو حد من المسلمين قتل حد من المسلمين كان بيقتص ليه، ولو حد كافر قتل واحد مسلم كان بيقتص ليه. فكان ماشي بمبدأ العين بالعين، يعني مفيش خوف وفي حد لكل حاجة أو لكل جريمة. فكان وقتها أي حد بيعمل أي حاجة كان بيكون في حساب، أو الشخص بيكون عارف إنه هيتقرص فما بيعملش الحاجة دي. الموضوع وصل لدرجة إن اسم سيدنا خالد كان بيخلي قبائل تفكر في الارتداد عن الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا بس لمجرد سماع اسمه كانوا بيخافوا وبيفكروا في موضوع انهم يرتدوا عن الاسلام او يرجعوا للجاهلية تاني. فكان اسم سيدنا خالد لوحده احيانا كان بيهزم جيوش. كمان ركز على نقط معينة في وقت الحرب او في وقت القتال بتاعه، هي حتة انه يعرف نقطة ضعف اللي قدامه ويلعب عليها. يعني لما كان
قائد الروم هو اللي كان بيحرك الجيش بدأ يعرف أو بدأ يوصل لقائد الجيش ده ويقتله علشان معنويات الجيش اللي بيحاربه تقل، وكمان يقدر يعمل اللي هو عايزه وهو مرتاح. لما القائد اتكسر ما بقاش حد عارف يعمل ايه، فبدأ اللي يجري يجري واللي عنده اي حاجة ياخدها ويجري علشان يلحق نفسه. قبل الهجوم على مالك بن نويرة كان اصحاب سيدنا خالد مش عايزين يتحركوا بناء على اوامر الخليفة، فخالد وضح لهم ان هو مش هيجبر حد انه يروح يقاتل معاه او ياخد الحرب دي معاه، لان في بعض القرارات لازم الواحد ياخدها بدون الرجوع لامر الخليفة، لأن الموضوع هيطول وفي نفس الوقت مش هيقدر يحقق أي انتصار. فحتة استغلال الفرص كانت عند سيدنا خالد حتى لو مرجعش للخليفة، فما اتضايقش من حد من أصحابه اللي قالوا له إحنا مش هنطلع معاك. فبعد ما مشي أو اتحرك علشان يهجم على مالك بن نويرة، أصحابه بدأوا يفكروا تاني. سيدنا خالد لو انتصر هيقولوا إن إحنا ما طلعناش معاه وإن إحنا خذلناه والعكس، فبدأوا يتحركوا علشان يحاربوا معاه. وهم في الطريق علشان يهجموا على مالك بن نويرة طبعا في الردة، او لما بدأ يرجع الزكاة لاصحابها ويقولوا ان خلاص الاسلام ما بقاش عايز زكاة من حد، بوظ الدين من الاخر. فهو ماشي في الطريق لقي في حد جاي عليه وبيديله فلوس الزكاة، فعرف انها من مالك بن نويرة. فازاي انت بترجع الفلوس للناس، وازاي انت دلوقتي جايبها لي وعامل نفسك انك دلوقتي بتدفع لنا فلوس الزكاة بعد ما امتنعت عنها؟ فسيدنا خالد شك، يعني مش اي حد يجي يديلك اي حاجة تصدقها وتقول ان خلاص ده الراجل طلع كويس واداني فلوس الزكاة. فبدأ سيدنا خالد يبحث برضه، هو شاكك ان الموضوع مش طبيعي، مش طبيعي ان واحد يطلع من الاسلام ويرجع للناس فلوسها وفي الاخر تلاقيه راجع بيقول لك انا دخلت الاسلام وادي فلوسك اهي لما عرفت انك جاي تضربني. فهنا في نقط معينة لازم تشك فيها وتدور وراها علشان تعرف هل فعلا الحاجة دي صح ولا لا. فبدأ فعلا يدور وراح لملك بن نويرة وخلص الموضوع معاه. كان سيدنا خالد برضو بيهتم بحتة ان كل الناس اللي محيطة بيه او الناس اللي حواليه يكونوا اصحاب همة واصحاب نشاط، كانش بيحب حد يهبط من معنوياتهم او حد يهبط او يقلل من الحاجة اللي هم بيعملوها. فالميزة دي لو في اصحابك هتقدر تأثر في حياتك بشكل كبير جدا تخليك توصل للحاجة اللي انت عايزها. اما بقى يا سيدي لو جينا للجانب الانساني والقيادي عند سيدنا خالد، احنا دلوقتي اتكلمنا عن نشأته واتكلمنا عن نقاط التحول في حياته وكمان بعض الانتصارات والتحولات اللي عملها. قبل هجوم سيدنا خالد على الفرس عمل حاجة مهمة جدا، وهو قال للجنود بتاعته اللي عايز يجي يحارب معايا اهلا وسهلا بيه، واللي مش عايز يقدر يروح او ما يجيش معايا. هنا عمل حركة ذكية جدا، هو عرف يفلتر فعلا الناس اللي عايزة تحارب معاه أو الناس اللي أصحاب قوة، لأن داخل على الفرس والفرس كانت من أعظم القوة اللي موجودة دلوقتي. فشال على جنب الناس اللي لسه داخلة في الإسلام جديد وقوة الإيمان عندها مش قوية، فحتة إنه يحارب أو يضحي بنفسه كانت ضعيفة جدا أو ما كانش عنده الهمة. ففلتر الناس اللي معاه وبدأ بالتحرك على الفرس. هنا اتعلم نقطة مهمة جدا، لازم تفلتر الناس اللي حواليك علشان برضه توصل للي انت عايزه. يعني من الاخر القطرة اللي كانت معاه ما كانتش تقدر تعمل حاجة، لكن لو معاه القوة دي صغيرة وعندهم قوة إيمان كبيرة جدا وبيحبوا الشهادة، فيقدروا ياكلوا اللي قدامهم من غير ما أي حاجة تعطلهم. فبعدها كون جيش من 10,000 مقاتل من جهات متعددة. وكان سيدنا خالد بيحب يقاتل بنفسه، يعني القائد دايما بيكون في نقطة تمركز بيقدر يحرك الجيش بس وما كانش بيحارب. فسيدنا خالد كان عكس القادة تماما، كان من أول الناس اللي بتطلع في المبارزة علشان يكسر معنويات الجيش اللي قدامه. فكان سيدنا خالد على علم كويس جدا هو بيتعامل ازاي في أرض المعركة. كل ما كسر معنويات الجيش اللي قدامه كل ما زادت فرصة الفوز في أي حرب هو دخل فيها. في بعض كمان الأوقات الدقيقة جدا والأوقات الحساسة جدا كان قدامه خيارين، فرصة انه ياخد قرار سريع وفرصة انه ينتظر حتى هو خسران. فكان في مرة من المرات في احد الحروب اللي خاضها كان جيش المسلمين مهزوم في بداية المعركة، وسيدنا خالد واقف ما بيعملش اي حاجة غير انه بيراقب اللي بيحصل، وجيش المسلمين عمال يخسر وهو عمال يراقب ومش عايز ياخد اي قرار. فالناس اتعجبوا، انت ليه مش عايز تاخد قرار وجيش المسلمين بيخسر؟ فينسحب ينهاجم ونموت كلنا. فبعدها سيدنا خالد عمل حركة ذكية، هو انتظر نقطة معينة أهلك فيها جيش الروم أو الفرس اللي كانوا قدامه
لحد ما بدأ يتعبهم، وبعد كده راح ضاربهم من ظهرهم. ففي وقت ما انت شايف نفسك انك خسران، في وقت لازم تنتظر فيه وما تاخدش قرار سريع الا لما تدقق بشكل كبير جدا وتنتظر وتفكر في حتة انك تخطف الانتصار في وقت كله غافل عنه. خليك ذكي زي سيدنا خالد بن الوليد، وما تتسرعش في قراراتك علشان تتخلص منها او تحاول تبين لنفسك انك عملتها. طيب ليه سيدنا عمر خد قرار انه يعزل سيدنا خالد مع انه انتصر وفتح له دول كتير جدا اصبحت الدول دي بتدفع الجزية، وكمان جزء كبير جدا منها اسلم على ايده؟ سيدنا عمر خاف من بعض الحاجات اللي ممكن تترسخ عند المسلمين بأن الانتصار مرتبط بسيدنا خالد، فخاف من الفتنة أو خاف إن الناس تفتن بسيدنا خالد، فأمر بعزل سيدنا خالد في البداية وخلاه تحت ولاية أبو عبيدة. أبو عبيدة في بداية القرار أو لما أرسل سيدنا عمر بقرار عزل سيدنا خالد بن الوليد، أبو عبيدة مرضيش يقول لسيدنا خالد بأنه عزل، واستنى لحد ما خلص الحرب اللي هو كان بياخدها، وبعد كده بلغوا، وكمان بلغوا بأن الخليفة أبو بكر رضي الله عنه توفي. لو جينا نركز في السر وراء عزل سيدنا خالد بن الوليد، الموضوع ما كانش ان عمر رضي الله عنه كان عايز يشيل سيدنا خالد علشان بيكرهه او في حاجة من امور الدنيا اللي بينهم، فكان سيدنا خالد وكان سيدنا عمر الاتنين كانوا عايزين الاخرة مش عايزين الدنيا، فكانت القرارات بناء على منفعة المسلمين وكمان ان ما يحصلش اي فتنة. كمان سيدنا خالد كان في امور كتير جدا بياخد القرار انه يبدأ يحارب او يهجم على حتة معينة بامر من نفسه بدون الرجوع للخليفة، وكان سيدنا عمر ما كانش بيفضل الجزئية دي خالص. فدي برضو من بعض النقاط اللي خلت سيدنا عمر يقوم بقرار عزل سيدنا خالد. فسيدنا خالد أرسل له بعدها لما عرف بأمر العزل بأنه، فسيدنا خالد وقتها قال لسيدنا عمر أو بعت له بأنه يا يعزله يا يسيبه يدير أمور الحرب بنفسه، لأن زي ما قلنا في بعض الأحيان أنت لو هجمت على الجيش اللي قدامك أنت هتحقق انتصار، لكن لو استنينا إن احنا نبعت حد يبلغ الخليفة وبعد كده الخليفة يبعت الرد بتاعه على الهجوم أو عدم الهجوم، هياخد وقت كبير جدا ومش هيقدروا يعملوا حاجة، وده طبعا لطول المسافة بين المكان المتواجد فيه سيدنا خالد وبين المكان اللي سيدنا عمر موجود فيه. فوقتها سيدنا عمر أمر بعزل سيدنا خالد. فكان الموضوع زي ما وضحنا ان بعد المناقشة سيدنا خالد قال له يا تعزلني يا تسيبني أدير أمور الحرب بنفسي، فجي وقتها الأمر بالعزل. نحكي النقطة دي كمان ونقدر نتكلم مع بعضينا بقى إزاي نستفيد بالحاجات دي في حياتنا الشخصية. بعد قرار عزل سيدنا خالد وتولية أبو عبيدة القيادة، بدأ سيدنا خالد يكون تحت إيده ويناقشوا بعض في أمور الحرب، وكان أبو عبيدة بيعتمد برضه بشكل أساسي على سيدنا خالد في التحركات. يعني أبو عبيدة كان القائد، لكن القائد الحقيقي للمعارك كان سيدنا خالد. ففي أحد المعارك بعد عزل سيدنا خالد، أبو عبيدة اقترح إن في سوق معين، السوق ده لو هاجمنا عليه هيكون فيه غنائم للمسلمين كويسة جدا ونقدر نبعت للخليفة فلوس علشان نقوي الجيش وهكذا. فبدأ يعرض على الناس اللي موجودين مين فيكم يتولى القيادة دي أو يخش يحارب الناس دي علشان يستولي على السوق ده. فكلهم انتظروا إن سيدنا خالد يقول أنا هدير المعركة دي أو أنا اللي هبدأ بالمعركة دي، لكن سيدنا خالد فضل ساكت لحد ما في شاب صغير كده ليه قرابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده أبو عبيدة وافق عليه وبعت معاه 500 من الخيالة أو فبعت معاه 500 من المحاربين. فلما راح والشاب ده طبعا كان متحمس، كان لسه داخل في الحروب جديدة، كان متحمس فدخل في المعركة وهو مش واعي بحجم القوة اللي قدامه، فبدأ جيش المسلمين يكون متحوط من الجيش وبدأوا يقفلوا عليهم واحدة واحدة لحد ما عملوا كماشة على المسلمين. الحاجة الوحيدة اللي عملوها صح هو إنهم في وسط المعركة خلوا واحد يقدر يهرب من المكان ويروح يبلغ أبو عبيدة باللي حصل. فأبو عبيدة وقتها ما ترددش وبعت سيدنا خالد علشان يلحق الموقف. لما بس سيدنا خالد بدأ التحرك والجيش اللي كان عامل كمية على المسلمين شافه، فكله تفاجأ بأن سيدنا خالد بنفسه اللي جاي يهجم عليهم. فالجيش اهتز لما بس شاف سيدنا خالد، فسيدنا خالد دخل وبدأ يضرب فيهم لحد ما انتصر وقدر يحرر الجنود اللي كانوا هيموتوا
لولا قدومه. فخد الغنائم وبعد كده رجع لأبو عبيدة، ومن هنا ولاه جبهة العراق أو خلاه قائد على جبهة العراق. أما بالنسبة لمعركة اليرموك والمعركة الفاصلة للمسلمين في تاريخ الحروب اللي خاضوها، كان في جندي من جنود المسلمين ماشي مع سيدنا خالد، فلما شاف كثرة جنود الروم فالجندي ده بتلقائية كده قال: ما أكثر الروم. فسيدنا خالد راح قايل له: يا رجل ماذا تقول؟ بل كل ما أقل الروم. يعني علم من معنويات نفسك حتى لو انت شايفهم كتير. بعد كده قال له: فإنما تهزم الجيوش بإيمانك أو بالإيمان. كل ما مجموعتنا كان الإيمان بتاعها قوي كل ما قدرت تكسب الروم حتى لو عددهم مليون واحد. فلما دخل المعركة دي في البداية كان القادة بيحاربوا القادة أو بيبدأوا بالمبارزة، فبدأ سيدنا خالد هو اللي دخل بنفسه في بداية القتال على قائد من قادة الروم. فالقائد وقتها اللي كان تبع الروم كان داخل عليه بس نيته ما كانتش القتال، كان حاطط سيفه في جنبه ودخل على سيدنا خالد عادي جدا. وبعد كده بدأوا يتناقشوا قبل الحرب. فالقائد ده بدأ يسأل سيدنا خالد: لماذا سميت بسيف الله المسلول؟ هل في سيف نزل من السماء وانت خدته فما بقتش بتهزم، ولا الكلام ده غلط؟ فوقتها سيدنا خالد كان قدامه حاجتين: اما يكذب ويقول في سيف جالنا من السماء وانا بحارب بيه ومحدش يقدر يهزمني، ووقتها كان كسر معنويات الروم وكسب وهو مستريح. لكن سيدنا خالد اختار الصدق وانه يبلغ فعلا اللي حصل، فقال له ان سيدنا محمد هو اللي سماه بسيف الله المسلول، وقال او دعاله بالنصر، فبدأ من بعدها انه ينتصر في اي معركة هو بيدخلها. فوقتها قائد الروم اللي هو كان لو قتله كان هيكسر عزيمة الروم خلاه في صفه وأسلم القائد ده في أول المعركة، وبدأ يحارب مع المسلمين واستشهد في المعركة. يعني تخيل قائد كان ممكن يموت ويدخل النار بكفره دخل الإسلام ومات شهيد، يعني هنقول بعد ساعتين بس من إسلامه أو بعد ساعة من إسلامه. فدخل سيدنا خالد القتال في المعركة وانتصر بشكل كبير جدا وهزم الروم وقتل منهم أعداد كبيرة جدا. نيجي بقى لفتح القدس على يد سيدنا خالد، ودي الفتحة اللي كانت بدون قتال وبدون حرب. لمجرد انهم دخلوا عليه عرفوا ان الدين بتاعك بيقول ايه، وعرفوا علامات الشخص اللي هيفتح عليه باب المقدس، فلقيوا ان الوصفات دي او المواصفات بتاع الشخص ده هي موجودة في سيدنا عمر. فقالوا لسيدنا خالد: هات لنا سيدنا عمر يستلم بيت المقدس بنفسه. فوقتها جه سيدنا عمر وفتح المقدس بدون اي قتال واستلم مفاتيح القدس. وكان من ضمن الاتفاقية اللي مضى عليها سيدنا عمر ومضى عليها النصارى اللي كانوا موجودين في القدس إن مفيش حد من اليهود يكون متواجد في القدس. ده كان بإجماع المسلمين وإجماع الكفار أو النصارى. بعد كده اتحرك سيدنا خالد علشان يفتح المدينة دي الصغيرة، دي كانت بجوار القدس بمسافة معينة. فبخيالة صغيرة جدا راح سيدنا خالد علشان يفتح المكان ده، وهو ماشي في الطريق لقي جيش بيهاجمه وهو معاه جزء صغير جدا من المحاربين. فلما المحاربين اللي بيضربوا على سيدنا خالد او بيهاجموا على سيدنا خالد بصوا لقوا سيدنا خالد هو اللي جاي بنفسه، الرعب دخل في قلبهم وخافوا واتهزوا، وسيدنا خالد هاجم عليهم وانتصر ب 500 واحد بس قصاد جيش كبير. فلما وصل الخبر لسيدنا عمر فضحك كده وقال: بخيالة صغيرة فتح خالد مدينة بأكملها. ثم قال: رحم الله أبا بكر كان أعلم مني بالرجال. وهي دي اللي يعني الواحد بيعترف بخطأه حتى لو بياخد قرارات اللي قدامه شايفها إنها غلط. بعد فتح مرعش على يد سيدنا خالد كان في شاعر، الشاعر ده مدح سيدنا خالد، فسيدنا خالد اداله هدية 10,000 درهم، وده كان مبلغ ضخم جدا. فسيدنا عمر عرف ان سيدنا خالد ادى الواحد 10,000 درهم علشان عمل له قصيدة. فأمر سيدنا عمر بأن الكتاب أو رسالة تروح لأبو عبيدة بعزل خالد. فأمر سيدنا عمر وقتها بأن خالد بن الوليد أو سيدنا خالد بن الوليد يتحاكم قدام الملأ أو قدام المسلمين كلهم. فأرسل الكتاب ده أو الرسالة دي لأبو عبيدة مع سيدنا بلال. فراح سيدنا بلال إدى الكتاب لأبو عبيدة وقال له، أو سيدنا عمر قال لبلال: اعرض على أبو عبيدة إن هو يحاكمه، أو لو هو مرضيش حاكمه أنت. فأبو عبيدة
طبعا ازاي قائد حقق انتصارات للمسلمين بشكل كبيرة جدا او انتصارات كتير جدا للمسلمين يتحاكم قصاد الناس على ايدي انا. فقال له لا، وبلال تولى نقطة المحاكمة دي بنفسه. فجاب سيدنا خالد ونزع عنه طبعا اللبس اللي هو كان لابسه، اللبس يعني اللي كان غالي شوية أوي، اللبس اللي كان القادة بيلبسوه، وبدأ يحاكمه قدام الناس. وقتها سأله هل ال10,000 درهم دول من فلوسك الشخصية ولا من الفلوس بتاعت المسلمين؟ فسيدنا خالد قال له إن الفلوس دي من الفلوس بتاعته هو. فسيدنا بلال راح ملبسه لبسه تاني وراح بايس على دماغه وقال له إن دي الأوامر اللي بينفذها بتاعت الخليفة، أما أنت كقائد من أفضل قادة المسلمين فأنا أحترمك وأتشرف بإني ألبسك اللبس اللي أنا عملته تاني. فالمهم يعني إن حتة من حتت إن هو بيكرمه كأحد قادة المسلمين الأقوياء، وإنه بيحترمه، وإنه نفذ بس قرار الخليفة. بعد كده أمر سيدنا عمر برجوع سيدنا خالد للمدينة وبيعزله عن أي حاجة لها علاقة بالجيش. لما قرب سيدنا خالد بن الوليد للمدينة أو للمكان اللي موجود فيه سيدنا عمر، سيدنا عمر لما عرف إنه خلاص سيدنا خالد قرب فبدأ يتحرك بنفسه علشان يقابله في الطريق ويسلم عليه، رغم إنه لسه عزله، بس أمر إنه يتحرك لمقابلة سيدنا خالد وبدأوا يسلموا على بعض وحضنوا بعض. وده طبعا مفهوم الأدب في الخلافة أو مفهوم الأدب عند المسلمين، حتى وهم بيحاكموا بعض وبينفذوا الشرع هم بيحبوا بعض ومفيش حد شايل من التاني. فبين له إن اللي عمله ده كان بس حرص على أموال المسلمين وإنه يعرف يحطها في مكانها الصح. وبعد كده سيدنا عمر خدوا وراحوا لمكان بيجتمع فيه المسلمين، أو المكان اللي هم موجودين كان فيه مجموعة كبيرة جدا من المسلمين، ومدح سيدنا خالد في وسط الناس كلها، يعني حكمه في وسط الناس ورفع من شأنه تاني في وسط الناس. ووقتها كل واحد فهم مقصد التاني من القرار اللي خده. فسيدنا عمر وضح له ان خاف ان الناس تفتن بيه وانهم يتوكلوا عليك وما يتوكلوش على ربنا سبحانه وتعالى. الرسالة دي كانت بتبرأ سيدنا خالد من كل التهم اللي جت عليه، وفي نفس الوقت بتمدحه وبتعلي من شأنه. وأرسل سيدنا عمر لكل القادة الرسالة دي بأن سيدنا خالد معفي تماما من كل التهم اللي اتنسبت له، وكمان مدحه بشكل قوي جدا قدام الناس كلها وقدام المسلمين كلهم. سيدنا خالد بعدها عاش 4 سنين وراح لحمص واستقر هناك، وفي نهاية حياته أصيب بالطاعون، المرض اللي قتل أصحابه وقتل جزء كبير جدا من قادة المسلمين وقتها في المكان ده. وبعدها لقوا لها حل بأنه خلوا المسلمين ينتشروا مجموعات في أماكن متفرقة، علشان المرض ده كان بينتشر في الأماكن أو في الأماكن اللي كان فيها تجمعات كبيرة. فوقتها مات سيدنا خالد وتوفي أبو عبيدة وتوفي ضرار وتوفي بعض أصحاب سيدنا خالد الأعزاء أو اللي كانوا بيعزوا بعضهم، وانتهت حياة سيدنا خالد على كده. فتخيل قائد كانت الجيوش بتتهز لما تشوفه أو لما تسمع اسمه. القائد ده أنت تقدر تستفيد بيه أو تستفيد بإنجازاته الشخصية إزاي في حياتك. هتلاقي تحت الفيديو المقال اللي أنا لخصته عن حياته، طبعا ده ملخص 66 حلقة لحياة سيدنا خالد من سلسلة دكتور طارق السويدان. تقدر تروح لها برضه، هسيب لك اللينك بتاعها أسفل الفيديو، تقدر تشوف الملخص وتقدر تسمع كمان حياة سيدنا خالد بنفسك عن طريق اللينك اللي هسيبه لك أسفل الفيديو. أتمنى تكون طلعت باستفادة ولو صغيرة جدا من الحلقة دي. أنا بشكرك جدا إنك اتفرجت على الفيديو ده. كل اللي عايزه منك إنك تدعي لي وتستفيد بالحلقة وتنشرها مع أصحابك، وأستناك في فيديو جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.